بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم بدأ الانحراف يزيد في بني إسرائيل، وكثر فيهم الكفر والفسق والفجور، وانتشر فيهم أمر خطير جدا. انتشر فيهم قتل الأنبياء عليهم السلام وقتلهم الأنبياء. بدأوا يقتلون الأنبياء، حتى إنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد 3 أنبياء أحيانا، عدد كبير من الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تشرع لهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، ما في يوم بدون نبي. وانتشر فيهم قتل الأنبياء، وتسلط عليهم الملوك الجبابرة. قلنا انفصل الدين عن الدنيا، فكان الملك عند الملوك والدين عند الأنبياء، فتسلط الملوك الجبابرة على بني إسرائيل وظلموهم ظلما شديدا. هم من بني إسرائيل، ملوك من بني إسرائيل، لكن فسق وظلم، فنشروا الظلم بين الناس واستعبدوا الناس. وهزم بني إسرائيل بمعارك متتالية، وفي إحدى معاركهم مع العماليق، قبيلة تسمى العماليق، وكانوا ضخام الجثث، ومن هنا كانوا يسمونهم العماليق. في إحدى المعارك هزم بنو إسرائيل هزيمة نكراء، واستطاع العماليق أن يأخذوا منهم التابوت. التابوت صندوق من الخشب كانوا يتبركون فيه، وكانوا يحملونه معهم في المعارك، وكانوا إذا رأوه تنزل عليهم السكينة. هذا التابوت كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كان فيه صحائف أو ألواح موسى عليه السلام، الألواح التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى لما وعده عند الجبل، ففيها التوراة، ما بقي مما استطاعوا أن يحصلوا عليه من الألواح. وكان فيها عصا موسى عليه السلام التي انقلبت حية، والتي ضرب بها البحر، والذي ضرب بها الحجر، التي كان يعمل بها المعجزات. وكان فيها ملابس في التابوت، ملابس موسى عليه السلام، وأشياء لهارون عليه السلام. وقيل أن كان فيها شيء من المن الذي كان ينزل عليهم من السماء يأكلونه في فترة التيه. فآثار موسى عليه السلام وهارون كانت عندهم في التابوت، وكانوا يتبركون به، ففقدوه في هذه المعركة. فقدوا التابوت وأخذه منهم العماليق، وشاعت الفوضى بين بني إسرائيل، وما عاد عندهم حتى ملوك. دبت الفوضى، عاشوا بدون ملوك، فانتشرت الفوضى، إلى أن جاءهم نبي كريم هو شمويل، ويسمى شمعون، وهو بالعربي إسماعيل شمويل، فاسمه عندهم شمويل، وهذا المنتشر في كتب اللغة العربية كذلك. جاءهم شمويل عليه السلام، فبدأ يدعوهم إلى الحق والخير، فبدأوا يستجيبون، بدأوا يشعرون أن هذه الفوضى التي عمتهم مصيبة عليهم. ثم إنهم وجدوا أنه يحتاجون إلى ملك يسوس أمرهم، فقالوا لشمويل: اختر من بيننا ملكا يحكمنا ونطيعه ويقودنا في المعركة لننتصر من أعدائنا. جاءت الآيات الكريمات تشرح هذا الموقف. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. إذن هذه الأحداث بعد موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي لهم. اتفق العلماء جميعا على أن هذا النبي هو شمويل.
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، اختر من بيننا ملكا نقاتل في سبيل الله. نريد أن نقاتل ونهزم هؤلاء العماليق الذين هزمونا. وكان هذا فترة طويلة بين شمويل عليه السلام ويوشع 460 سنة، فترة طويلة، وكانوا في هزيمة شديدة. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخشى أن يفرض عليكم القتال وتنكصوا ما تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أصابتهم المصائب على يد العماليق، ومن قبل أصابتهم المصائب كان قد أخرجوا من القدس وذبحوا مذبحة شنيعة في القدس على يد ملك جبار هو بخت نصر، هو الذي أخرجهم وقتل فيهم مقتلة عظيمة في تاريخ طويل لبني إسرائيل. فقالوا يشيرون إلى هذا أنه فقدوا كل شيء، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى شمويل بوجوب الجهاد، فأخبرهم بهذا الأمر. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أكثرهم لما قال لهم تعالوا إلى الجهاد، تعالوا إلى القتال، رفضوا، وهم الذين كانوا قد أعطوا المواثيق أنهم إذا نزل الجهاد يقاتلون، وهم الذين يقولون وما لنا لا نقاتل. كيف لا نقاتل؟ احنا محتاجين إلى هذا، بس افرض علينا الجهاد. لما فرض نكسوا، وما بقى مع شمويل إلا عدد محدود بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة لبني إسرائيل. بقى معه عدة آلاف، في رواية بقى معه 8000، لكن 8000 من بين ملايين بني إسرائيل الذين جاءوا من مصر 600,000. فالأعداد الآن وصلت إلى الملايين في ذلك الوقت، فما بقى معه إلا 8,000. يقول الله سبحانه وتعالى تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء الذين بقوا قالوا أين الملك الذي يقودنا للقتال؟ فاختار لهم رجلا من بينهم هو طالوت ابن قيش من ذرية بنيامين ابن يعقوب عليه السلام. الملوك الذين كانوا قد سبقوا طالوت كانوا من ذرية يهوذا، كل الملوك من ذرية يهوذا. فاستغربوا، كانوا يتوقعون أن يختار واحد من ذرية يهوذا، فاختار واحد آخر من ذرية بنيامين عليه السلام. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان رجلا بسيطا دباغا يعمل بدباغة الجلود، فقير، لكنه عليم حكيم وعنده بسطة في الجسم ضخم، يصفونه أنه كان ضخما أبيضا جميلا يملأ العين، لما يراه الإنسان يملأ العين. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. من الذي يقول هذا؟ ذرية يهوذا، نحن أولى بالملك منه. الملك في ذرية يهوذا، كيف يكون في ذرية بنيامين؟ ثم قال الباقون نعم ولم يؤت سعة من المال، فقير كيف يصبح ملك؟ لا من ذرية يهوذا ولا غني، ما نقبله. فرد عليهم النبي قال إن الله اصطفاه عليكم، هذا اختيار الله عز وجل، هو الذي اختاره، وزاده بسطة في العلم والجسم، متفوق عليكم في القوة البدنية وفي القوة العقلية. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فرفضوا وأبوا القتال كلهم، قالوا ما نقاتل مع طالوت، وما أدرانا أنك تقول الحق. يقولون لنبيهم ما أدرانا أنك تقول الحق. ورفضوا طاعة نبيهم. فهنا
نبيهم قال أولو جئتكم بآية، لو جئتكم بمعجزة تثبت لكم أن هذا اختيار الله عز وجل، قالوا نعم، إذا تأتي بآية بمعجزة تثبت لنا هذا نطيع. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، العلامة المعجزة من الله على أن هذا نبي، على أن هذا ملك اختاره الله، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. يأتي التابوت الذي أخذه العماليق، يأتي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فنظروا فإذا التابوت نازل عليهم من السماء، لم يكونوا يرون الملائكة، يرون التابوت نازل من السماء إلى أن وضع بين أيديهم. رجع لهم التابوت بهذه الطريقة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فعندها أطاع وتحرك طالوت مع هؤلاء الجنود. فلما فصل طالوت بالجنود تحرك، انطلق، قال إن الله مبتليكم بنهر، سنمر على نهر وقد أصابهم العطش، إن الله مبتليكم بنهر. هذا النهر هو نهر الأردن الذي بين فلسطين أعادها الله تعالى للمسلمين وبين الأردن. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أي واحد يشرب ماء ما أريد معي يرجع. ثم أعطى رخصة للذين عطشوا عطشا شديدا، قال إلا من اغترف غرفة بيده. المسموح غرفة واحدة باليد، هذا المسموح، ابتلاء. وهو يقول لهم، طبعا هذا بإخبار النبي له، إن الله مبتليكم بنهر، أي إن الله سيختبركم. أخبرهم أن هذا اختبار، لا أحد يشرب، المسموح فقط غرفة ماء. فلما إلا من اغترف غرفة بيده، لما عبروا كل واحد ياخذ غرفة، قليل منهم توقفوا عند غرفة واحدة والباقي بدأوا يشربون. يقول الله سبحانه وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. الذين لم يشربوا 313 رجل فقط، والآلاف كلها شربت. في الحديث الذي يرويه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. الذين اجتازوا النهر هؤلاء فقط 313 أو 314 رجل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الآن ما بقى من هالجيش من بني إسرائيل كلهم ما بقى إلا 314 رجل أو 313 رجل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أعداد كبيرة هائلة، آلاف جالوت وجنوده وعماليق، ونحن ضعاف، عددنا قليل. فمن بينهم كانوا ناس صالحين خيرين قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النصر ليس بالعدد، النصر بالإيمان. والله مع الصابرين. فثبتوهم وثبتهم شمويل عليه السلام وثبتهم طالوت فثبتوا. فلما التقى الجيشان، جيش صغير مع جيش هائل كبير معد بالسلاح، وهؤلاء سلاحهم محدود، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبدأت المعركة. بدأت المعركة بخروج جالوت للمبارزة، كان من عادتهم يبارزون، فخرج وكان من أشدهم قوة، عملاق ضخم ويبالغون في حجمه، لكن بالتأكيد أنه كان ضخما
ومدجج بالسلاح، فقال: من يبارز؟ فهنا خاف الناس، فناداهم طالوت قال: من يخرج له؟ فلم يخرج أحد، فأراد أن يشجعهم، قال: من يخرج له وأزوجه ابنتي ويكون وريثي في الملك، يكون وريثي. فهنا تقدم شاب من أتباع طالوت، هو داود عليه السلام. كان شابا، في روايات كثيرة تشير إلى أنه كان عمره 16 سنة في ذلك الوقت فقط. فتقدم، وكان يقاتل بالمقلاع. المقلاع أداة مثل حبل آخر خرقة يضع فيها الأحجار، أو جلدة يضع فيها الأحجار، ويلف المقلاع ثم يرمي الحجر فيصيبهم بضربة قوية جدا. فخرج داود عليه السلام لمبارزة جالوت. قال: من أنت؟ ارجع يا غلام فإني لا أحب أن أقتلك. غلام صغير. قال: بل أنا أحب أن أقتلك. فأراد جالوت أن يتقدم لقتاله، فهز داود عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المقلاع، وكان فيه 3 أحجار كما جاء في الروايات، فهزه هزة شديدة ثم قذفها عليه، فجاءت الأحجار 3 في ناصيته، في جبهته، والجبهة مكان تجمع الأعصاب، فقتله بضربة واحدة من أول المعركة. سقط جالوت. يقول الله سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت. قتله بضربة واحدة. أول من قتل دبت الفوضى في جماعته، فهجم عليهم طالوت ومن معه. يقول الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وتزوج داود عليه السلام، تزوج بابنة طالوت، وصار وريثه في الملك من بعد طالوت، صار هو الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء. فهكذا كانت ولاية داود عليه السلام على بني إسرائيل. فجمع الله سبحانه وتعالى على يديه مرة أخرى الملك والنبوة. ما اجتمعت منذ يوشع، من أكثر من 460 سنة ما اجتمع الملك مع النبوة في بني إسرائيل، فاجتمعا مرة أخرى عند داود عليه السلام. داود ابن أيشا من ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، فرجعت الملك مرة أخرى إلى ذرية يهوذا. يصفه المؤرخون كما جاء في تاريخ الطبري، يصف داود عليه السلام يقول: كان قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه. وبدأ داود عليه السلام يحكم في بني إسرائيل، وشد الله سبحانه وتعالى ملكه، شد ملكه. بدأ بني إسرائيل يجتمعوا مرة أخرى بعد الفوضى الشديدة التي أصابتهم، وأظهر الله سبحانه وتعالى على يديه المعجزات، وأنزل له الصحف الكريمات التي تسمى الزبور. وآتينا داود زبورا. وكان عليه السلام من أجمل الناس صوتا، وفي إشارات كثيرة أنه لم يخلق إنسان أجمل صوتا من داود عليه السلام. وذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد وهو على شرط البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري وهو يتلو القرآن، وكان أبو موسى صوته جميل جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يستمع له بهذا القراءة الجميلة والصوت الجميل الندي، وهو مطلوب في قراءة القرآن. فلما سمعه قال صلى الله عليه وسلم:
لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود. كل هذا الصوت الجميل مزمار من مزامير داود. وكان الله سبحانه وتعالى جعل هذا من آياته والناس تنظر، فإذا تلا الزبور بهذا الصوت الجميل يسمعون الجبال ترد معه، الجبال تتحدث ترد معه بالتسبيح. وكانت الطيور تأتي فتخفق فوقه، لا تتحرك من مكانها، تطير فوقه في مكانها ترد معه التسبيح. يقول الله سبحانه وتعالى: يا جبال أوبي معه، أوبي سبحي، إنه أواب كثير التسبيح. أواب أيضا يتوب، كثير التوبة وكثير التسبيح. يا جبال أوبي معه والطير، كانوا يسبحون معه. وفي الآية الأخرى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هذا من معجزاته عليه السلام، وكان الناس يرون هذه المعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، صباح ومساء يسبحن معه. والطير محشورة، تتجمع الطير عنده، كل له أواب، كلها تسبح معه. فهذا من معجزاته عليه السلام. وظهرت له المعجزات، فمن معجزاته كذلك أن الله سبحانه وتعالى ألان له الحديد، فكان يتعامل مع الحديد كما يتعامل الناس مع الطين والشمع. الناس كيف تلعب بالشمع والطين، هكذا كان الحديد في يد داود عليه السلام. فكان يصنع منه الدروع، يصنع منه الدروع، وصنع نوع من الدروع ما كان موجودا من قبل. كانت الدرع هو الحديدة التي يضعها المقاتل على جسمه حتى إذا ضربوه ما يقتل. كانت الدروع قبل داود عليه السلام صفائح حديدة من فوق لتحت على الصدر، وكانت ثقيلة جدا على الصدر والظهر، يعلقونها على الكتف وتغطي اليدين، فكانت ثقيلة جدا عليهم. فصنع صنعا جديدا، بدأ يصنع دروع من حلقات، يعمل حلقة من حديد يشكلها بإيده ويدخلها بالحلقة الثانية والحلقة الثالثة، فيعمل درع من حلقات صغيرة، فإذا ضربوها أيضا ما تؤذي، لكن كانت خفيفة جدا بالمقارنة مع الدروع الصفائح الثقيلة. هذا موصوف في القرآن، وهذه الدروع موصوفة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وألنا له الحديد، حديد في يده لين، أن اعمل سابغات، اعمل دروع سابغة يعني تغطي، السابغ الذي يغطي ولا ينقص. وقدر في السرد، يعني احسب المقادير الدقيقة في صنع الحلقات، السرد الحلقات. وقدر في السرد، لا تجعلها غليظة فتثقل على الناس، ولا تجعلها دقيقة فتنكسر ويجرح بها الناس. واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه صناعة ملابس تحصنكم، تحميكم من بأسكم، من القتال. فهل أنتم شاكرون؟ إذن الأنبياء كان لهم دور عظيم في تطوير الحضارات، وسنرى ما فعل سليمان عليه السلام كذلك في تطوير الحضارات. فهذه صناعة الحديد تطورت تطورا عظيما بما كان يصنعه داود عليه السلام. وشد الله سبحانه وتعالى له الملك وأعطاه من الفضائل والمعجزات. يقول الله سبحانه وتعالى: وشددنا ملكه. كان ملك ممزق، بني إسرائيل كان ملكهم ممزق، فشده الله سبحانه وتعالى، جمعهم كلهم دولة واحدة، أمة واحدة تحت داود عليه السلام. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، كان حكيما
وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب أي الحكم بالعدل، كان يحكم بين الناس، فكان نبيا وكان ملكا وكان قاضيا عليه السلام، فكان هو الذي يجلس للقضاء بين الناس. جاء عن حكمه أمور، منها ما جاء في القرآن. في يوم من الأيام شخصان تسور المحراب، كان عنده قصر، المحراب القصر، كان عنده قصر يعتزل به، كان يجعل ساعات من النهار للملك، ويجعل ساعات للحكم، ويجعل الليل للعبادة. ففي ليلة من الليالي بينما هو في المحراب في هذا القصر، كان يغلق على نفس المحراب، ما يسمح لأحد يدخل عليه حتى يتعبد الله عز وجل، إذ تعدى أسوار المحراب، أسوار القصر، تجرأ شخصان فتسور المحراب، تسوروا الأسوار، تعدوها وخرجوا عليه، فتفاجأ بهم. وفي رواية تشير إلى أنهما كانا ملكين في شكل بشر حتى يختبرا داود عليه السلام، ولم أقع على شيء صحيح في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تجاوزوا السور من سور القصر، إذ دخلوا على داود لما رآهما فزع، خاف، من هؤلاء وكيف دخل وكيف ما شعر بهم الحرس. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قال: لماذا لم تأتيان في النهار؟ قالوا: تأخرنا، عندنا خصومة نريدك أن تحكم فيها، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. احكم بيننا بالحق ولا تظلم، لا تزيغ عن الحق، لا تبتعد عن الحق، واهدنا إلى الحكم الصحيح في هذه القضية. فقال: ما هي قضيتكما؟ فبدأ يشرحان القضية. فبدأ الأول وقال: إن هذا أخي، يعني صاحبي، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. أنا عندي نعجة واحدة، النعجة هي أنثى الخروف، وله 99 نعجة. طبعا جاءت روايات كثيرة تشير إلى يعني أن المقصود هنا نساء، وأن داود عليه السلام، طبعا كلام بلاوي موجود في كتب التفسير، أن داود عليه السلام كان عنده 99 زوجة، لكنه رأى زوجة واحد من قواده فطمع فيها وأراد أن يأخذها، لكنها متزوجة، فقام يرسل هذا القائد في المعارك حتى يتخلص منه، فكان كل ما ذهب إلى معركة ينتصر، ففي الأخير قتله داود وتخلص منه. يعني كلام لا يقوله إنسان عن أبسط المؤمنين، فكيف يقال عن نبي من أنبياء الله؟ هذا من البلاوي اللي موجودة في كتب التفسير. أما الصحيح الذي أشار إليه كبار علماء التفسير أن المقصود اختبار داود عليه السلام في قضية الحكم، والحديث هنا عن النعاج. أخي له 99 نعجة، والمرأة في اللغة العربية لا تسمى نعجة أبدا، ولا تسمى بقرة. بعض الناس يفسر: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. هذا موجود في بعض الكتب، هذا من البلاوي اللي موجودة. المرأة في اللغة لا تسمى نعجة ولا تسمى بقرة، وإنما قد تسمى غزال أو ظبي، يستعملها الشعراء، نعم وارد، لكن ما تسمى بهذه الأسماء. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، اجعلني أرعاها لك، أنت تخرج ترعى نعجة واحدة، أنا عندي 99 نعجة أخرج بها، فاجعل نعجتك مع نعاجي ترعى. فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب، جاب لي الأدلة والبراهين، والمسألة بسيطة وما تسوى، وانت كل يوم تطلع عشان ترعى النعجة، هذا النعاج أنا أصلا طالع، وبدأ يقنعه.
فأخذ نعجتي، والآن أريد نعجتي، يقول لي لا، أنت ما عندك نعجة عندي، وما عندي دليل، ما عندي برهان على أنها نعجتي. فأخذها ظلما. فقال داود عليه السلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. عنده 99 ما هو شبعان، يأخذ النعجة الأخرى أيضا. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء، كثير من الشركاء، كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، كثير من الشركاء يظلم بعضهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يشارك يعدل مع شريكه لا يظلم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. استعجل داود عليه السلام بالحكم، استعجل، ما سمع للآخر، سمع لواحد وحكم. في رواية أنهما اختفيا الاثنين على أنهما ملائكة، وفي رواية أنه الثاني نبهه، ظلمتني، اصبر، اسمع مني. فعرف داود خطأه وعرف أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ففورا انتبه وتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فورا تاب، فورا عرف خطأه وفورا تاب. وهذا شأن الصالحين، ما يتأخر لما يرى الخطأ. يقول الله سبحانه وتعالى: فغفرنا له ذلك. خطأ بسيط وفورا تاب منه، فالله سبحانه وتعالى غفر له. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى، مكانة مقربة، وحسن مآب. عندما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى سيكون له الكرامة العظيمة عند الله. ونبهه الله سبحانه وتعالى لهذا الخطأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذن التعليق يناسب القصة، ما هو مثل ما ذكروا الإسرائيليين عن النساء وأنه أراد زوجة قائدة وأمثال هذا، ما تركب. التعليق هنا مناسب تماما: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهكذا كان يحكم وهكذا كان يقضي، والله سبحانه وتعالى كان يحبه وأكرمه إكراما عظيما، وكان من أكثر الناس عبادة. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام، المقصود بالصلاة صلاة الليل، قيام الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ينام النصف، يقوم الثلث، ويرجع ينام السدس. وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، إذا دخل معركة ما ينسحب، ما يهرب. فهذا إضافة من الرسول صلى الله عليه وسلم على صفاته. يقول الله سبحانه وتعالى في مدحه: اعملوا آل داود شكرا. كان شاكر لله عز وجل، من صفاته أنه كان كثير الشكر لله عز وجل. وقليل من عبادي الشكور، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 100 سنة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها في قصة آدم عليه السلام، لما رأى من ذريته، لما أخرج الله سبحانه وتعالى من ظهره ذريته، فرأى من بينهم شخصا له وبيص، له لمعان بين عينيه، فقال: من هذا؟ قال: هذا من ذريتك، يأتي في آخر الزمان، هذا داود عليه السلام. فقال: كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: فزده من عمري 40 سنة. ذكرنا القصة بتفاصيلها في قصة آدم عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى كتب ذلك.
وصار عمر داود 100 سنة. لما جاءته المنية جاء في الحديث الصحيح أنه كان شديد الغيرة على نسائه، فيه غيرة شديدة على نسائه عليه السلام، وكان له نساؤه في قصر، وحول القصر أسوار حتى ما يقترب أحد من نسائه. وفي يوم رأى النسوة رجلا في صحن البيت، في حوش البيت، رجل واقف، فقالوا: من هذا؟ والله لئن رآه داود ليبطشن به. من هذا الذي تجرأ وتعدى كل الأسوار ووصل إلى قصر النساء؟ فبلغ الخبر إلى داود عليه السلام، فقال له: من أنت؟ وكيف تعديت الحواجز بمعنى الكلام؟ قال: أنا من لا يقف أمامه حاجز. قال: أنت ملك الموت، فتقدم فخذ نفسي. أذن له فورا، عرف أن الأمر انتهى، فقبض روحه عليه السلام. ودفنه سليمان عليه السلام في بيت المقدس. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة، الأسوار مغلقة، كيف دخل؟ والله لنفضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار، فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. أذن له. ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت الشمس، فقال سليمان للطير: أظلي على داود. فجاءت الطيور فأظلته، الشمس غابت، امتلأت السماء بالطيور تظلل داود ومن جاءوا يصلون على داود عليه السلام. فاشتكى الناس من الحر، توقف الهواء مع كثرة الطيور، فاشتكى الناس، فقال سليمان للطير: اقبضي جناحا، يعني هزي جناح واحد فقط، اقبضي جناحا. فقال أبو هريرة: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكان يحرك الأخرى. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد وإسناده قوي. ومات داود عليه السلام، وحكم فورا من بعده أحد أبنائه هو سليمان عليه السلام، ليس أكبر الأبناء، لكن الله سبحانه وتعالى اختاره من بين الأبناء. يقول الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. الوراثة هنا ليست وراثة مال، وإنما وراثة ملك ووراثة نبوة. الدليل على أنها ليست وراثة مال قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالوراثة هنا وراثة نبوة وملك. وفورا ظهر شأن سليمان عليه السلام، وظهرت له المعجزات العجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى عن معجزاته: من معجزاته أنه كان يعرف لغة الطيور. يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه: علمنا منطق الطير، كلام الطيور، والطيور لها لغة تتكلمها وتتبادل الحديث بينها كما سنرى. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء.
إن هذا لهو الفضل المبين. الله سبحانه وتعالى جعله ملكا ليس في الدنيا كلها ملك أعظم من سليمان، لا في من سبقه ولا في من يأتي بعده إلى يوم القيامة. أعظم ملك مر على الدنيا وسيمر على الدنيا هو سليمان عليه السلام. آتاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء، يتحكم في كل شيء، وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل العظيم. ومما سخر له ولم يسخر لأحد قبله ولا بعده الجن. جميع الجن كانوا مسخرين له. يقول الله سبحانه وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الجن هنا بدأنا نعرف بعض صفاتهم. الجن وقبائل، والجن لهم أعمال ووظائف، فمنهم البناء ومنهم الغواص ومنهم النحات وغير ذلك كما سنرى. يقول الله سبحانه وتعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. كان الذين لا يطيعونه أو يعصون له أمرا كان عنده قدرة أن يحبسهم، وكان يربط كل اثنين في سلسلة واحدة، يربطهم مع بعض مقرنين اثنين. القرين يعني الصاحب، فكان كل اثنين مع بعض مقرنين في الأصفاد، يعني كل اثنين مربوطين بالسلاسل. هذا عطاؤنا، عطاء من الله سبحانه وتعالى، تحكم في الجن. فامنن أو أمسك بغير حساب، تعاقب، تعفو، تعطي، تمنع، كله مباح لسليمان عليه السلام. أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا. الذي يعصي سليمان نذقه من عذاب السعير. ليس فقط في الدنيا عذابه، الذي يعصي سليمان من الجن يدخل النار. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، كل ما يريد الذي يخدم عنده الجن يعملون له ما يشاء من محاريب القصور وتماثيل، التماثيل المعروفة، وكانت حلال في شرعهم وحرمت في ديننا حتى لا تكون ذريعة إلى عبادة الأصنام، لكن في شريعة سليمان عليه السلام كانت حلالا، فكانوا يصنعون التماثيل. وجفان كالجواب، الجفنة الإناء الماعون، جفان المواعين. كالجواب، الجواب الأحواض، أحواض المياه، البحيرات، كل ماعون بحجم بحيرة. وجفان كالجواب وقدور راسيات، القدر المعروف الذي يطبخ فيه، راسيات ثابتات لا تتحرك. كان القدر الواحد بحجم القصر أحيانا، يعملون القدر ويضعون تحته الحجارة ويشعلون تحته النار، فكان يملأ هذا بالطعام فيطبخ فيعطى للناس، يطبخ له هؤلاء الجن بهذه القدور الضخمة، ويؤخذ الطعام فيوضع في هذه الآنية التي كالأحواض. فانظروا العظمة، من يصل إلى هذا؟ كل هذا بإذن الله وبقدرة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادنا الشكور. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ومن الشياطين من يغوصون له، غواصين متخصصين يأتونه بالجواهر وباللآلئ من بطون البحار، فكل ما يريد الذهب، الفضة، الجواهر، اللآلئ، القصور، كل شيء تحت تصرفه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، والأعمال الأخرى التي هي أقل مشقة من ذلك، وكنا لهم حافظين. الله سبحانه وتعالى تحكم فيهم وجعل هذا بيد سليمان عليه السلام.
ومن معجزاته عليه السلام الريح، كان يتحكم في الريح. يقول الله سبحانه وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره. الهواء، الرياح بإيده يتحكم فيها على كيفه، تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أي مكان يريد أن ينزل فيه المطر يأمر الرياح تحرك الغيوم، ينزل المطر في ذلك المكان. أي ملك أعظم من هذا؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. رخاء يعني الخير، الرخاء. هذه الريح التي تنزل الأمطار، ليست الريح العاصفة، وإنما الريح التي تنزل الأمطار. رخاء حيث أصاب. وكانت تحت تحكمه ليس فقط الريح التي تنزل الأمطار، ريح الرخاء، ريح الهادئة، وإنما أيضا الريح العاصفة، ريح العواصف أيضا تحت يديه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة. أيضا العواصف بيده. أي قدرة أكبر من ذلك؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وكان مجمع الرياح وهو في مكانه في القدس، كان يتحكم في الرياح، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وكان ينتقل بجيوشه باستعمال الريح كما جاء في روايات كثيرة. كان إذا أراد أن ينتقل بالجيش، يريد أن يقاتل، كان عنده بساط ضخم من خشب، بساط من خشب هائل ضخم جدا، مربط الخشب مع بعضه. فإذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان أمر الجيش فركب على هذا الخشب، ثم تأتي الريح فتأتي تدخل تحت البساط الخشب فترفعهم جميعا وتسير بهم المسافة التي تحتاجها الجيوش في الطريق شهر، كانت الريح تقطعها لهم بين الصبح، بين الفجر والظهر. وكان العودة إذا أرادوا أن يرجعوا بين الظهر والمغرب مسافة شهر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر. غدوها الغداة هي الفترة ما بين الفجر والظهر، هذه تسمى الغداة. فمعروفة كلمة الغداء أنها الصباح، فمن الصباح إلى الظهر. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إعجاز من الله سبحانه وتعالى. وكان له كذلك من معجزاته النحاس. النحاس كما أسال الله سبحانه وتعالى ولين الحديد في يد داود عليه السلام، جعل لسليمان عليه السلام عينا يسيل منها القطر الذي هو النحاس. يقول الله سبحانه وتعالى: وأسلنا له عين القطر. عين لا يخرج منها ماء، يخرج منها نحاس ذايب، فيأخذه فيصنع منه ما يشاء. معجزات تلو المعجزات لسليمان عليه السلام. وكان يحب الخيل حبا شديدا، وكثر عنده الخيل الذي يسمى الصافنات. الخيل الصافن هو الذي يقف على 3 أرجل ثم يرفع الرجل الرابعة يضع حافره فقط، طرف حافره على الأرض كأنه يعني متبختر. وكان من أجود أنواع الخيول. وكانت الخيول التي ينتقيها من هذا النوع، ومن النوع السريع جدا تسمى الجواد وجمعها الجياد. يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي يعني فترة العصر، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
في الرواية بدأ استعراض لهؤلاء هذه الخيول، عرضت عليه استعراض تمر أمامه يتأملها. جاءت روايات كثيرة تشير إلى أنها كانت أكثر من 20,000 جواد من الصافنات الجياد. فأخذ يستعرضها، وكان يحب هذه الجياد، وطال الاستعراض، طول، فشغله عن الذكر، شغله عن الورد. كان له ورد يومي يقرأ فيه الأذكار ويقرأ فيه الزبور، فانشغل حتى غابت الشمس. فقال انتبه، يعني مر الوقت بدون ما شعر، فانتبه. فقال إني أحببت حب الخير، الخير اللي هو هذا الخيل، حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، إلى أن غابت الشمس. توارت بالحجاب، غابت الشمس. ردوها علي، أمر بإرجاع الخيول، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. روايتين كلاهما قوي. رواية تقول طفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ السيف وبدأ يضربها على رقابها وعلى أرجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله. لكن الرواية الأرجح أنه أخذ يمسحها فعلا ويستغفر الله عز وجل، وكان يمسحها إكراما لها وليرى السليم منها من السقيم، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله، وهذا أرجح. لكن الروايتين موجودتين وكلاهما وارد. وكان عليه السلام له ملك هائل عظيم، وأذن له الله سبحانه وتعالى بالزواج، فتزوج 1000 امرأة. نعم، عدد زوجاته 1000 عليه السلام. ففي يوم أقسم وقال لأطوفن الليلة على 70 امرأة. هذا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 70 امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. شوفوا النية، يريد أن تحمل منه زوجاته 70 فارس يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن، وكان الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة لذلك، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة. هذا في الحديث، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بالشق رجل، جاءت بنصف طفل ليس له أيدي ولا أرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعين. وهذا فيه تحريص على أن الإنسان ما يقول شيء إلا ويقول معه إن شاء الله. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. ألقي على كرسيه جسد، ألقي على كرسيه هذا الطفل الذي ليس له أيدي ولا أرجل، جسد بدون أيدي ولا أرجل. ثم أناب، تاب بعد ذلك، ما عاد إليها، فكان دائما بعد ذلك يقول إن شاء الله. وأعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة في القضاء. يقول الله عز وجل وداود وسليمان. إذن هذا كان في زمن داود قبل أن يكون سليمان ملكا، وكان عمره في ذلك الوقت لما جاءت هذه القصة كان عمره 12 سنة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم. جاء اثنين مختصمين، واحد عنده مزرعة والثاني عنده أغنام، وكانوا جيران. وكان في الليل اللي عنده الأغنام يغلق السور الذي بينه وبين صاحبه حتى الأغنام ما تذهب وتأكل المزرعة. وفي ليلة من الليالي نسى أن يغلق هذا السور،
فخرجت الأغنام ودخلت في المزرعة بالليل وأكلت المزرعة. جاء الصبح وإذا المزرعة كلها مخربة. فما الحكم في هذه القضية؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الزرع، إذ نفشت فيه، نفشت يعني أكلت ليلا، كلمة نفشت يعني أكلت ليلا، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فطبعا كان القاضي داود عليه السلام وكان سليمان في الخارج. فلما عرض القضية وفعلا اعترف الرجل أنه أهمل ولم يغلق الباب، حكم عليه داود، قال يأخذ الرجل أغنامك، عقوبة لك، خربت المزرعة، يأخذ أغنامك. فلما خرج الرجلان سألهما سليمان عليه السلام عن الحكم، ما حكم فيكما داود؟ فأخبراه، فقال تعالى، فرجع إلى داود قال أو خير من ذلك يا نبي الله؟ قال ماذا؟ قال تعطي الغنم لصاحب المزرعة وتعطي المزرعة لصاحب الغنم يزرعها حتى ترجع كما كانت، وخلال هذه الفترة يستفيد صاحب المزرعة من الأغنام، فإذا رجعت المزرعة كما كانت هذا ترجع إليه مزرعته وهذا ترجع إليه أغنامه. وهذا فعلا حكم أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، ليست من عنده، من عند الله عز وجل. ففهمناها سليمان، يعني الحكم الأول ليس خطأ لكن الثاني أفضل. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن امرأتين أتيتا إلى سليمان عليه السلام تتحاكمان، كان كلاهما عندها ولد رضيع، فعدا هجم الذئب فأكل ابن الكبرى، قتل ابنها وأكله. فلما ذهب منها ابنها هجمت على ابن الصغرى فأخذته وقالت هذا ابني. فالصغرى تريد ابنها وهذه مصرة أن لا هذا ابنها، وما عندهم أي دليل، ما حد يعرف هذا الولد لمن، فكيف الحكم؟ فجاءوا إلى داود عليه السلام في البداية فحكم للكبرى، معاها الولد وما في أي دليل على أن الولد للصغرى. فقال سليمان لهما، استأذن من أبيها أن يحكم فقال أحكم، قال اعطوني الولد فأعطوه الولد، قال ائتوني بسيف فأعطوه سيف، قال أقصه نصفين بينكما، كل واحدة تأخذ نصف. فصرخت الصغرى قالت لا دعه يحيى أعطه إياها، قال أنت أمه. بينت الرحمة فورا فعرف أنها أمه، فكان من أعقل الناس في القضاء والحكم عليه السلام. وفي القصة العجيبة التي جاءت في القرآن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يدفعون دفعا إلى الاجتماع، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بالجيش ماشي وإذ وادي للنمل، فالنملة تحذر جماعتها ادخلوا بيوتكم قبل أن يدوسكم سليمان والجيش، واعتذرت قالوا ما يرونكم، يعني لا تبانون. يقول العلماء ما أعقلها من نملة وما أفصحها. انظروا للآية، يقولون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا نادت، أيها نبهت، ادخلوا أمرت، لا يحطمنكم نهت أو نعم نهت سليمان وجنوده وهم، سليمان خصت جنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت. فأي فصاحة أعظم من هذا، تجمع كل هذه الأمور اللغوية في جملة واحدة. فتبسم ضاحكا، سمعها، كان يسمع حتى الحشرات والحيوانات، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني ادفعني دفعا
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.